كل سنة وصحابي ومتابعي المسيحيين بخير بمناسبة أعياد الميلاد. والحقيقة أن أي موسم من مواسم الهلال مع الصليب سواء كانت سعيدة كأعياد أو لا سمح الله يعني في حادثة أو حاجة بتشهد الكثير من العبث. في اللي يحاول يلصم الموضوع بأن إيه عيد ميلاد سيدنا عيسى كلنا واحد. لا يا حبيبي، ده مش عيد ميلاد سيدنا عيسى وما عندهمش أصلا حد اسمه عيسى. ده عيد ميلاد أقنوم الكلمة الإله المتجسد، وإحنا ما بنعترفش بالكلام ده وهم عارفين. فلو هتعمل فيها ناصح يعني دي التخريجة اللي عندك لو سمحت اركن على جنب. في مشهد متكرر في تصنعه ومن فيلم أنا بحبه اللي هو أمريكا شيكا بيكا، يعني لما محمد فؤاد بيعرف إن عماد رشاد مسيحي فبيقول له أنت مسيحي يا فؤاد وبياخده بالحضن. حبيبي هو قالك ان هو عنده كلى، يعني هو مش عيان، هو مسيحي بس انت بتخنفر ليه؟ في بقى اللي تلاقيه داخل على جروب واحدة مسيحية، يعني هو المعمول للمسيحيين ملوش علاقة بينا خالص، يعني لها انت بجد مصدقة نفسك؟ لا هي مش مصدقة نفسها الحقيقة، هي على خلاف مع خالتك ومعتنقة الديانة دي عند فيك. يا جماعة بتفكروا في ايه؟ فعشان نحاول بقى نخرج من هذا العبث يعني خلونا نستعرض تاريخ الهلال مع الصليب، وهنحاول نكتر معلومات نقلل كليشيهات والمصادر موجودة في آخر الفيديو. لا تقول نصراني ولا مسلم. المتفق عليه في العقيدتين ان ستنا مريم والسيد المسيح احتموا بمصر اللي هي كانت ولاية رومانية برضو، فسياسيا مش أأمن في حاجة. فالمعنى الحلو ان الاحتماء هنا كان بمصر حضارة وشعبا. بدأت مرحلة تانية من دفاع مصر عن المسيحية فيما عرف بعصور الاستشهاد، لأن المصريين لما اعتنقوا المسيحية الحكام سفكوا دمائهم وتفننوا في تعذيبهم، حتى لما الدولة اعتنقت المسيحية بعد كده اضطهدوا المصريين لتمسك المصريين بمذهبهم، لدرجة ان البابا وقتها الأنبا بنيامين فضل مختفي لأكتر من 10 سنين زي ما كان عبد الله النديم بيتخفى من الاحتلال كده. ثم دخل الهلال بقى مع دخول عمرو بن العاص. في البداية لما المسلمين كانوا بيحاربوا الروم المصريين فضلوا على الحياد، ما هم مش عارفين دول جايين بإيه رخرين. مع حصار حصن بابليون بدأ التواصل ما بين المسلمين والمصريين، وخيروهم بين 3 خيارات: إما تحاربونا أو تسلموا وتبقوا إخوة لنا أو تفضلوا على دينكم كنائسكم لن تمس في مقابل دفع جزية دينارين. ولما المصريين لقوا ان المسلمين مش بيمارسوا اعمال السلب والنهب والتخريب المعتادة من الغزاة في هذا الزمن بدأوا يميلوا للمسلمين لحد ما تم النصر فعلا، واعلن عمرو بن العاص دعوته للبابا بنيامين ان هو يعود لمقر البابوية في اذان بظهور عصر جديد. وبالذات عصر عمرو بن العاص ترك اثر طيب في نفس المصريين، لان هو كان سياسي عنده نظر في الحريات العامة وفي جمع الضرائب. تحولت مصر للإسلام تدريجيا. طيب اللي اختاروا البقاء على المسيحية دول كانت أحوالهم إيه؟ والله على حسب، اختلفت أحوالهم من حاكم لحاكم ومن خليفة لخليفة. حاكم يقول تعيين غير المسلمين في أي وظيفة حرام، حاكم يعينهم عادي، حاكم يتخذ منهم وزير. فترة يتقال لهم احتفظوا بكنائسكم عادي بس ما ترفعوش صلبان، فترة يتقال لهم لا ارفعوا زي ما انتوا عايزين، فترة يرسموا على بيوتهم رسومات مزعجة لأنهم كفار، وفترة لا، فترة يتمنعوا من التشبه بالمسلمين في الأزياء وركوب الخيل، يعني تلبس وتركب درجة تانية، فترة يتلغي الكلام ده. تيجي أوقات فتن تهد عشرات الكنائس، تيجي فترات تانية يعاد بنائها. تحصل لهم طفرة في عهد الدولة الفاطمية ويتعين منهم مسؤولين كتير، وبعدين يجي الحاكم بأمر الله ويلزمهم إنهم يعلقوا صلبان وزنها 5 رطل لحد ما عظمهم ازرق، ومن هنا ظهر مصطلح العظمة الزرقاء. ثم يحدث تدهور شديد في عهد المماليك. باختصار انتهى القتل والتنكيل اللي كان موجود قبل كده، بس فضلوا درجة تانية بعد المسلمين ومصيرهم مرهون برضا الأغلبية والحاكم. طيب درجة تانية بعد المسلمين، هل المسلمين أحوالهم كانت كويسة؟ إطلاقا. مصر كانت غرقانة في الجهل والفقر والمرض والتخلف لدرجة ان الاول واخر مرة في تاريخنا انخفض تعداد السكان ل3 مليون بس، لحد ما جت الحملة الفرنسية اللي كانت نقطة تحول في تاريخنا. والحقيقة الموضوع مليء بالعظات والمفارقات والطرائف زي حياتنا كمصريين عموما. نابليون رغم ان مصر كانت في اضعف احوالها الا انه كان عامل لها 1000 حساب.
هذا الرجل اللي كان منيم أوروبا من المغرب جه لحدنا، لبس العمة والجلابية وأعلن عن تقديره الشديد للإسلام، وإن هو ما غزاش أوروبا علشان مجده الشخصي، لا خالص، أبسوليوتلي علشان هم وحشين وبيحاربوا المسلمين، وحضر دروس القرآن. وفي بعض الروايات كاد الرجل أن يشهر إسلامه رسميا، مش عن قناعة طبعا لكن لاسترضاء الناس، وكنتيجة منطقية ما اداش للمسيحيين الحقوق اللي وعدهم بيها علشان ما يزعلش الأغلبية، واعتقد ان الناس بالذات ان هم كانوا متبهدلين قبله زي ما قلنا هيرضوا عنه بقى. الا انه فوجئ بلسان الحال يقول احنا كنا مستحملين اللي قبلك لانه مسلم زينا، والمسرح التجريبي اللي انت دخلت بيه ده ما دخلش علينا طه، ولما تحب تعمل اسود ما تعملهاش على واحد اسود. وبدأت المقاومة والثورات ضد الاحتلال الفرنسي. أسباب يطول شرحها رجع نابليون فرنسا، وبدأ كليبر يبين الوش الحقيقي للحملة الفرنسية، وحصلت حادثة شاذة في تاريخ مصر. راجل ثري مسيحي اسمه المعلم يعقوب جهز جيش قوامه 800 رجل على نفقته الخاصة علشان يحارب مع الفرنسويين. دي خيانة عظمى واضحة وصريحة، ولكنه ليس النموذج الوحيد للناس اللي بتعتقد ان الاحتلال الجديد ممكن يخلصك من الظلم القديم. بس في سؤال مهم قريته، هو خان مصر طبعا، بس هل وقتها كان في اصلا حاجة اسمها مصر؟ الحقيقة لا، مصر لقرون طويلة فضلت جزء من امبراطوريات، وعدت علينا جنسيات بقوا بياخدوا امتيازات احنا ما بناخدهاش، لدرجة ان الناس فعلا نسيت يعني ايه مصر ويعني ايه فكرة الوطن من بابها. هم تابعين لا ولي النعم، كل طموحهم ان هو يجنبهم بطشه ويرملهم الفتات. فالمفارقة ان الحملة الفرنسية بكل ما فيها من شرور خلت الناس تشب وتعرف الدنيا بره فيها ايه، لانها جابت معاها علماء وكتب، فالناس عرفت الله دي في حاجة اسمها علم، وسمعوا شعارات الثورة الفرنسية: الحرية، الإخاء، المساواة، حتى لو مش دايما بتطبق. فاللي حصل ده فوقهم، ابتدوا يشتغلوا على استعادة مفهوم الوطن. حضرتك مش عايش في تكية، مش تابع، محدش بيمن عليك، انت من اهل البلد، المفروض يبقى لك قرار ولك كل الحقوق في خيراتها. ما كانش لسه عندهم تصور واضح لمبدأ المواطن، ولا يعني ايه كلمة مصري والمفروض تنطبق على مين. ما بقولك بؤس، نسيوا فعلا يعني ايه مصري، بس ابتدت تتضح شوية بشوية زي ما هنشوف. أول خطوة لبناء الوطن وفي قفزة هائلة بعد الفرنساويين ما مشيوا، قرر الأشراف وعلماء البلد اللي هم النخب يعني برئاسة عمر مكرم إن هم يختاروا الحاكم، لأن ده وطننا وإحنا من حقنا نقرر. فبعتوا للباب العالي وقالوا لهم إحنا مش عايزين خورشيد باشا ده، إحنا اخترنا محمد علي. وبما إن هو كان عنده طموح سياسي فاتحدت أهداف الطرفين على مبدأ وهدف بناء الدولة الحديثة. فدي كانت أول مرة المجتمع المصري والدولة المصرية يبقى عندهم مشروع وطني حقيقي. طالما إن في مشروع وطني وفي رؤية، مهما انتكست هتتعلم بالتجربة والخطأ وهتطلع لقدام. عشان نبني الدولة كان لازم محمد علي يعمل حاجتين: يعمل جيش وطني ويبعت بعثات علشان الناس اللي ترجع دي هي اللي تشغل البلد. بناء الجيش كان أهم خطوة في تمصير الدولة، لأن محمد علي أدرك إنه مضطر يجند مصريين، حيث إن ما كانش فيه تعريف واضح لكلمة مصريين دول، فكان بالوايم كده أهل البلد، ولاد العرب اللي بيتكلموا عربي، مش أتراك ولا شركس. وكل ما كان بيزيد عدد المصريين ولاد العرب في أجهزة الدولة، كل ما زاد عدد المسيحيين معاهم. ما الناس أدركت بالتجربة وبالسنس من غير تنظير كتير إن يا نعيش عيشة فل يا نلبس إحنا الكل، كلنا في مركب واحدة. الناس اللي رجعت من البعثات وعلى رأسهم رفاعة الطهطاوي بدأوا ينوروا ويحدثوا البلد في المجالات كلها. احنا دايما نسمع عن التجديد اللي حصل في الازهر والطهطاوي ومحمد عبده، بس محدش كلمنا ان التجديد ده طبيعي وصل للكنيسة، وظهر البابا كيرلس الرابع اللي لقب بأبو الإصلاح لأنه عمل مدارس كتير لتثقيف المسيحيين، وعمل مدارس بتدرس العلوم واللغات من حق أي مصري يدخلها حتى لو مسلم، وكان من خريجيها عبد الخالق ثروت وحسين رشدي اللي بقوا رؤساء وزراء بعد كده، ووضعها تحت تصرف الدولة المصرية. أنا مش عايزة أنصرك حاكم، أنا عارف دماغك هتروح فين، ده عمل مصري خالص. الجامع والكنيسة جزء من الكل، البلد هتستنير، النور هيوصل لهم، البلد هتتخلف، الجمود هيطولهم. لكن ده ما يمنعش إن كان في صراع لسه ما بين القديم والجديد، الضلمة والنور، وكان في واقعة ليها دلالة شديدة الأهمية.
عادة الأجانب كانوا بيستغلوا افتقار الشعوب المتخلفة للطب الحديث ويبعتوا لهم دكاترتهم بقى يسيطروا من خلالهم معنويا وماديا، إلا أن العالم الفرنسي كلود بيك كان أمين الحقيقة مع محمد علي وقال له الأوقع والأوفر أن أنت تعمل كلية طب فتطلع لك كوادر مصرية، وأسس كلية الطب سنة 1827. كتر خير الراجل. إلا إن ده ما شفعلوش عند أحد الطلبة اللي حاول يضربه بالسكينة اعتراضا منه على حرمة التشريح في الكلية، واللي حاشوا كانوا الحقيقة زمايله المسلمين، ولكن ساعة التحقيق أسفة جدا في اللفظ يعني رفضوا إن هم يشهدوا ضده علشان أسفة تاني بس لازم أقول اللفظ عشان تعرفوا الوضع كان بالظبط شكله إيه. قالوا احنا مش هنسمح ان مسلم يعاقب بسبب مسيحي كلب، والحقيقة ده فكر قريب من الفكر الحالي، دم لا بس حساب لا، مش هنشهد على مسلم زينا. إلا إن ده تلاشى شيئا فشيئا. بعد محمد علي جه عباس الأول، وكان الحقيقة راجل شرس مع الجميع وبالذات مع المسيحيين، وحاول إن هو يطردهم كلهم برا مصر. مين اللي وقف له؟ الشيخ الباجوري شيخ الأزهر. شيخ الأزهر يقف للحاكم، دي كبيرة قوي يعني. لا وشوفوا كمان قال له ايه، إن النصارى من أهل البلاد وأصحابها، ومن ناحية الدين فهم في ذمة الإسلام إلى اليوم الآخر، ولا يجوز إلحاق أدنى أذى بهم. بين وقعت كلية الطب والكلام ده حوالي 25 سنة، فده تغير عظيم في المفاهيم يأتي على لسان رأس المؤسسة الدينية في فترة يعني في عمر التاريخ مش كبير. الأهم إن شيخ الأزهر بدأ كلامه بأنهم أهل البلد وأصحابها قبل الكلام عن الحكم الشرعي، فده يبين لك قد إيه فكرة الوطنية هي اللي كانت بتحرك الناس وتجمعهم. فكان التطور الطبيعي إن لما مصطفى كامل واللي كان مؤمن بالجامعة الإسلامية يعمل أول حزب في تاريخ مصر، الحزب الوطني، تكون الفقرة الخامسة من لائحته حزب سياسي لا ديني مؤلف من رجال من مختلف العقائد من النصارى واليهود، وكل من يحرث أرض مصر ويتكلم لغتها ينضم لهذا الحزب. فالشريعة المحمدية الحقة تنهى عن البغضاء وتعتبر الناس في المعاملة سواء. مش بس بيلغي التمييز الديني، لا ده كمان بدأوا يوصلوا لتعريف من هو المصري اللي اختفى لقرون، أي حد بيحرث أرض مصر ويتكلم لغتها أيا كانت ديانته. فواضح جدا أن حصول المسيحيين على حقوق كان مرتبط بحصول المصريين بشكل عام على حقوق وبتطور الدولة. والله بقى عندي مؤسسات وجيش وطني وأحزاب وحركة تعليمية ومجلس نيابي، حتى ولو كانت صلاحياته صورية في الأول وبننتزع له الصلاحيات تدريجيا. فيبقى طبيعي بقى ان يبدأ الخديوي اسماعيل يجند المسيحيين ويتعين اول قاضي مسيحي عبد الملاك كتكوت، ويمثل المسيحيين بشكل عادل في المجلس النيابي. لو التطور العام ده ما حصلش يبقى اي مسيحي بيتعين او اي تصريح بيتقال فسوخ زيه زي النيش كده، ما نضحكش على بعض. وبيدخل الاحتلال الانجليزي. اداة اي احتلال ايه؟ فرق تسد. الاسلوب اللي طبع في سوريا مثلا ان انا اميز الاقليه جدا فالاغلبيه يتضايقوا فيمسكوا في بعض، وهنا الاقليه من نفس ديانتي ففرصه. الا ان المشروع الوطني اللي عمله عمر مكرم ومحمد علي والطبقه المتوسطه المستنيره اللي خلقها التعليم ونضال مصطفى كامل، كل ده ما راحش على الارض. فالاحتلال لقى ان فكرة تمييز الأقلية دي ما تنفعش في مصر، لأن وفقا لشهادة اللورد كرومر الخلافات بين المصريين لا تذكر، والمصريين يشبهوا بعض في كل أشكال الحياة، ما بيختلفوش إلا وقت دخول دار العبادة. في بلاد أتباع الديانات المختلفة بيعيشوا في أحياء ومدن منفصلة أو طباعهم بتختلف خالص، ده مش عندنا. كمان فكروا لقوا ان مصر بلد الازهر، ما ينفعش اضايق المسلمين فيها والا تحصل زلزلة وغضب في العالم الاسلامي كله هم في غنى عنه. شوف ربنا ميزنا بايه والقوة الناعمة عندنا شكلها ايه واحنا. فاتبع الانجليز اسلوب غير متوقع، احنا نضطهد الاقلية، المسيحيين يحسوا انهم مظلومين يعملوا مشاكل، نتدخل احنا بقى بدعوة حماية الاقليات. فبدأوا يستبعدوهم من وظائف حكومية كتير كانوا متميزين فيها، وخاصة المالية، بدعوى انهم بيحدثوا المؤسسات وانهم مش عارفين يجاروا ده، وعلشان يغزوهم اكتر بقوا يجيبوا مسيحيين شوام من مذاهب تانية. وبدأت تظهر جمعيات ومجلات مسيحية مثيرة للفتنة عن غباء طارة، في ناس تحب تحارب العنصرية بالعنصرية، وعن تعاون مع الاحتلال تارة أخرى. فترد عليهم أقلام مسلمة بنفس العقلية بعناوين زي الإسلام غريب في بلاده،
يتعمل مؤتمر قبطي ويرد عليه بمؤتمر إسلامي، وبلغت ذروة التوتر ده من 1908 ل 1911 وانكسرت بسبب الأصوات الوطنية من الطرفين، ولأن المناخ كان صحي. يعني في حدود الوقت ده كده بدأ تأسيس الجامعة المصرية جامعة القاهرة، ولأن زي ما تعودنا الحركة التعليمية بتنعكس على الكنيسة، فبدأ تطوير المدارس الإكليريكية. وسنة 1918 ظهرت مدارس الأحد على يد حبيب جرجس. فزي ما كان عندنا مشايخ متنورين، ظهر جيل جديد من الرهبان متعلمين تعليم عالي، بل وبعضهم حاصل على ماجستير ودكتوراه من جامعات أجنبية بعد ما كانوا بينتموا في الغالب للفئات الأقل تعليما. النور بيعم على الجميع، ويا نعيش عيشة فل يا نلبس احنا الكل. وبدأت ثورة 19 واللي كانت من أحلى الحاجات اللي حصلت في تاريخ البلد دي، وكأنها ثمرة كل اللي زرعناه في السنين اللي قبلها. وسبحان الله كل دعاة الفتنة ابتدوا يحولوا تفكيرهم تماما. قمص سرجيوس اللي كان من دعاة الفتنة بقى من القساوسة اللي اعتلوا المنابر، وقال جملته المشهورة: إذا كانت حجة الإنجليز للبقاء في مصر الدفاع عن الأقباط فليمت المليون قبطي وليعش المسلمون أحرارا. الشيخ عبد العزيز جويش صاحب مقال الإسلام غريب في بلاده كان وقتها في برلين، فبعت برقية لوكيل البطريركية يشكره على جهوده الصادقة في الدفاع عن قضية الوطن المقدسة اللي كل المصريين في أوروبا فخورين بيها، وفيما بعد بقى يحضر احتفالات الجالية المصرية ب7 يناير. طريقوس ميخائيل واللي كان من محرري جريدة الوطن الطائفية وكان عنده مكتب في انجلترا لعرض مطالب الأقباط، بعد الثورة ذات نفس المكتب حوله للدعاية للوفد، وبقى يروح مجلس العموم البريطاني للدفاع عن القضية المصرية وعرض فظائع الاحتلال، لدرجة ان هم قبضوا عليه ورحلوه مصر واستقبل استقبال الفاتحين. صحيفة مصر بقت منبر للوفد. الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر واللي كان شايف ان مبدأ الوطنية ده مؤامرة على الإسلام بقى يروج للتسامح الديني وقبول الآخر. في نفس السنة لما خرج جمع غفير من المسلمين يحتفلوا برأس السنة القبطية، خطب فيهم الشيخ محمد عبد المطلب وقال: كلانا على دين هو به مؤمن، ولكن خذلان البلاد هو الكفر. المصريين كانوا على درجة من الرقي، لدرجة ان لما بدأ الدستور يتكتب فيما بعد وحاول ولاد الحلال ان هم يوقعوا تاني، الشيخ مصطفى القياتي خطب في الكنيسة قائلا: اذا كان الاستقلال سيؤدي الى قسم الاتحاد فلعنة الله على هذا الاستقلال. الاتحاد مش وسيلة علشان نوصل للاستقلال، الاتحاد غاية لبناء البلد. الانجليز رموا اخر كارت بقى، ان هم بعتوا لجنه اسمها لجنه ميلنر للتفاوض، وقررت الحركه الوطنيه ان هي هتقاطعها. حتى لما كانوا بيمشوا في الشوارع وسط الناس العاديين محدش كان بيرد عليهم خالص، لدرجه ان في الاخر واحد قال له واحد: طيب يعني الساعه كام؟ قال له: اسال سعد باشا. فراحوا معينين رئيس وزراء مسيحي وقبل، اللي هو يوسف وهبه، يعني سفين ملعوب محترم. فاجتمع 2000 مسيحي في كنيسة القبط الكبرى، وبعت وكيل البطريركية برقية ليوسف وهبة يعلن تبرؤ الأقباط من اللي هو عمله ومن قبوله الوزارة بالمخالفة للحركة الوطنية. وشوف يا أخي قال له إيه: إحنا صحيح مش المفترض إن إحنا نتكلم في السياسة بصفاتنا الدينية، بس أنت اللي أجبرتنا على كده. ثورة 19 أعلنت للكل إننا خلاص تخطينا مرحلة التخلف، وعلى الطريق الصحيح إن احنا نبقى بلد متمدن بجد بقى، من خلال المواطنة زي ما شفنا أو من خلال كتابة الدستور. وبدأ كتابة دستور 23 اللي هو أهم دستور في تاريخ مصر، وأقر طبعا الحريات الدينية، وحصل فيه جدل حوالين مبدأ الكوتا للأقباط. الفريق المؤيد كان شايف إن احنا شئنا أم أبينا احنا مجتمع بيخلط الدين بالسياسة، فدي وسيلة علشان نحقق التمثيل العادل للأقباط. الفريق المعارض بقى ومنهم طه حسين أو أهمهم الدكتور طه حسين كان شايف، شوف يعني هو معترض ليه؟ إما إن احنا ننطلق لمستقبل جديد بجد بقى، وإن احنا نبقى بلد متمدن نعود فيه الناس على إن هم ينتخبوا الأصلح فقط، أو نفضل طول حياتنا أسرى لفكرة إن احنا فريقين، في فريق منهم مستني الفريق التاني يمن عليه. وده الفريق اللي انتصر، اللي هو رأي دكتور طه، بتأييد أغلبية الأقباط.
حزب الوفد مش بس كان فيه أعضاء مسيحيين مهمين مش ديكور، وعلى رأسهم طبعا فيما بعد مكرم عبيد، واللي بالمناسبة كان اسمه ويليام مكرم عبيد، بس هو حذف ويليام علشان ينفي أي علاقة ليه بالإنجليز. الوفد كمان كان لما بيرشح حد، يعني سين عنده مرشح ليه عيلة كبيرة جدا في الصعيد، كان ينزله في الشرقية علشان يعود الناس ان هم ينزوا جو الجماعات والقبائل والعائلات والحاجات دي وينتخبوا الأصلح فقط. أول وزارة للوفد عين 2 وزراء مسيحيين، واصف غالي للخارجية ومرقص حنا للأشغال. فالقصر اعترض لأن التقاليد بتقول إن بيبقى فيه وزير واحد مسيحي. فرد سعد باشا زغلول بأن الاحتلال لما نفى قيادات الحركة الوطنية نفى 4 مسلمين و2 مسيحيين، ولما حكم بالإعدام على قيادات الحركة الوطنية حكم على 3 مسيحيين، ولما قامت المظاهرات الرصاص ما فرقش. فدي مش وزارة تقاليد، دي وزارة ثورة. صدق أو لا تصدق، مصر في يوم من الأيام بقى فيها وزير حربية مدني مسيحي، صليب باشا سامي. ولكن فضلت فيه وزارات ما بيوصلولهاش أبدا، المعارف، الحقانية، الداخلية. وفي الثلاثينات بدأت مصر تعاني من تراجع في الحركة الديمقراطية، يعني من سنة 28 لسنة 42 الوفد تولى مرتين بس، باقي الوزارات كان غالبيتها وزارات غير دستورية. ولأننا اتفقنا بقى ان حقوق المسيحيين دايما مرتبطة بحالة البلد صعودا وهبوطا، فحصلت بعض التوترات الطائفية وحصلت أزمات، منها مثلا أزمة عدم تدريس الديانة المسيحية في المدارس. حفظنا بقى يا نعيش عيشة فل يا نلبس احنا الكل. مجلس قيادة الثورة ما كانش فيه ولا ضابط مسيحي، بخلاف ايام الوفد اللي كان فيه اسماء مسيحية مهمة، ولكن المسيحيين ما تضرروش من ده لانه ما كانش اضطهاد ليهم بالتحديد. يعني هي للاسف الحياة السياسية انتهت وتساووا مع اخوانهم المسلمين في ان كله لبس طرح، وكان مفهوم ان عبد الناصر هو اللي بيدير البلد بطوله يعني. وفكرة وقتها مين مسلم من مين مسيحي في العصر ده ما كانتش بتثير مشاكل تذكر. يعني سنة 56 لما مات البابا بتاعهم حصل صراع ما بين جيل الرهبان الشباب المتعلمين اللي اتكلمنا عنهم وما بين الجيل القديم، لدرجة انهم فصلوا لهم لائحة مخصوص تمنع الاقل من 40 سنة من ان هو يوصل للمنصب البابوي لأول مرة في التاريخ. وفضل الصراع محتدم لدرجة ان المنصب فضل شاغر 3 سنين لحد ما اختاروا البابا كيرلس السادس كحلقة وصل ما بين الجيل الجديد والجيل القديم. والحقيقة هو كان على علاقة جيدة جدا بعبد الناصر، وعبد الناصر افتتح بنفسه البطريركية المرقسية بالعباسية سنة 68. وسبحان الله عبد الناصر مات ومات وراه على طول البابا كيرلس. مع مجيء السادات واللي أطلق يد الجماعات الدينية اللي اغتالته هو شخصيا بعد كده، رجعنا تاني لزمن الكوارث الطائفية اللي كنا ما صدقنا ان احنا نخلص منها، وبدأت الكنيسة تعلن الصيام الجماعي والامتناع عن الاحتفال ببعض الأعياد في أوقات كتيرة كوسيلة للاحتجاج على الوضع ده. وبلغ التوتر ذروته لما البابا شنودة رفض اتفاقية كامب ديفيد ومنع المسيحيين من الحج لبيت المقدس. فلما حصلت اعتقالات سبتمبر سنة 81 واللي طالت كل الناس، طالت معاها البابا شنودة، وقرر السادات عزله وجاب بداله واحد تاني رغم ان ده عمل كهنوتي بحت. ولما جه حسني مبارك رغم ان هو افرج عن كتير او اغلب اللي حبسهم السادات، الا انه ما رجعش البابا شنودة لمكانه الا بعد 4 سنين، يمكن في بعض الاقوال كانذار ان هو ما يتدخلش في السياسة بعد كده. من نوستالجيا المرحلة المباركية ان كان في الغالب بيبقى فيه وزيرة ست للتضامن باعتبارها حنينة وكده، وفي وزير مسيحي للبيئة. هي وزارات السكند هاند دي اللي هي زيها زي النيش عشان محدش يقول علينا حاجة يعني. فللمرة الدشليون يعني المسيحيين حالتهم دايما جزء من حالة البلد العامة، والمرحلة المباركية بشكل عام اتسمت بالتلصيم، وان لو في شوية تراب نحطهم تحت السجادة، وان نص العمى ولا العمى كله، اللي هو منطق المسلمين والمسيحيين على حد سواء في التعامل مع الامور، رغم ان هو دايما بينتهي بالعمى كله. مصر زي ما شفنا كانت في مرحلة معينة بتسير بخطى ثابتة نحو الدولة المدنية الحديثة، إلا أننا دلوقتي للأسف يعني عندنا ميراث طويل من شيخوخة الدولة، فابتدينا في كل المجالات نرجع لأوضاع احنا تخطيناها من مئات السنين. يعني يذكر مثلا سبحان الله ان في بدايات ما محمد علي أسس المدارس كان لما يبعت مفتشين في الأول يلاقي ان الطلبة مش موجودين خالص، راحوا يقلبوا عيشهم. فمن أواخر عصر حسني مبارك كده بقت في مدارس ما فيهاش حد.
بعد التاريخ السياسي والحزب الطويل ده كله، دلوقتي في حزب جديد طالع مؤسسيه بيقولوا ان احنا مش عايزين نوصل للحكم ولا نبقى اغلبية، ولا احنا حزب معارضة، ولا احنا حزب موالاه، ولا عندنا ايديولوجية. طب معاكم فلوس تروحوا؟ طيب هي صحبة طيبة ولقمة طيبة مش اكتر يعني. ورجعنا الأوضاع على طراز محاولة اغتيال كلود بيك، اللي هو احنا مش عايزين دم بس كمان مش عايزين محاسبة، مش عايزين عدالة. بس نرجع ونقول للمرة الدشليون، يا نعيش عيشة فل يا نلبس احنا الكل. شكرا يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين. إن كنت صحيح بتستخدم مصر الدنيا وتتقدم، لا